شلامة ليخن شلامة مليم رخموثة شلامة مليم بصخوثة بغداد ماثا خليثة بغداد ماث ديرو إتاثة بغداد ماث قاشة وربا نياثة مالثة مليثة جوانق وجوان قياثة اجو ملتقخ مغذاذة قناة العراقية السريانية ببرنامج جديدا سهرايا مكملخ حلقات جديدا ومع ضيوف خاثة بدم حاكخ عن مناسبة أوشعنا. أكيد مناسبة أوشعنا هي مناسبة خليثة ومليثة معاني كان روحية وكان ليتورجية وأيضا كان اجتماعية. اجوا بتهاو منن برنامج جديدا أبونا جورج شحولة وماسير حياة الدومينيكية. مشينا ثيخون أبونا وماسير اجوا البرنامج جديدا برنامج سهرايا. مشينا بقوخو برنامج أبونا جورج أكيد قائمة بعد بوالد أسئلة معرفخ أبونا جورج أهل قاشة بإيت سريان كاثوليك بأبرشية الموصل دي كل مسؤول الإيتا ربثة بغداد وأيضا أهل أستاذ بكثاوة قديشة مرحبا بقاو خرطنق أبونا كاجب لنا إجل محاكخ عن أوشعنا باذي أمسية بسمتة بيناثا اتقاضى خواقت مليا روحانية ومليا بجو مليا عائلة كعائلة تعيشخ مغذاذ أوقات بسيمة. أبونا كاجب لنا محاكت لنا عن أوشعنا ميل معنى داذي تونيثا ميك قداري أصول ديداح بإما وقت بشلا هذه تونيثا كان بإيتا وكان بتاريخ همين وإجوا أخني دخيبا محتفلخ بأوشعنا. مقامي كل أكيد شاكرني خل هذا الاستضافة بهذا برنامج دي لحيل متابعة حيل ناشي وأكيد مننا همه مقامي ماد محتفلة بخمندي أو دعيشة خمندي دي دخ ماك عانى حتى دعيشة بشطو صحيح حتى دعيشة بوعي وبالفعل يعني وشعنا كي يمكن كتونيثا دارجة بشلا شمد دخ احتفال بس أهو بالأصل تونيثا نداء أيوة نداء بعبراني مثل مزمور 118 آية 25 كامر هوشيع نا فصار بعدين بشلا أو شعنا يعني أو بلشانا نخني سورة لأنه قروت إلى عبرايا السورة جديدا لغة لشانة سامية ترثنه فبشلا هذا وأهله هتاف دي كامر أو دي لا معناته امنح الخلاص يا رب امنحنا الخلاص يا رب. إذن أوشعنا هو خلاص وموجود لي أكيد بكثاوة قديشة خاصة بهذا مزمور دي حيلك مراكز طبعا يثن دكواثة خن بكثاوة قديشة اكتاخر هذه تونيثا دي لا يعني استجابة دا ألاها دغدالا نداء ديدا أخنيك بأخ ألاها نمخال أصلا. نعم أكيد أبونا يعني خلينا نقول كده أصل تونيثا أوشعنا أهلا ألاهكم خالص اجوا أبونا ممكن تحاكت لنا ميكاثيلا أو دخ هذه مناسبة ابن عيشخلا مثلا وميكاثيلا هذه مناسبة أوشعنا هذا تجمعات هذا تيثناشي حيل الليمة أهل إثوب أوقات مثلا بعهد القديم من دي معين أو فقط كثية من العهد الجديد مكثاوة قديشة أم دقياء المرانش عم شيحة الأورشليم وخصوصا أنه أهيت استاذ بكتاب المقدس يعني أبونا ممكن مغنت لنا بهذا الموضوع. شكرا أكيد يعني أوشعنا أو هذه مناسبة أو دخول أو يقالد ملك الأورشليم هو حدث حيل رابع وكمستقبلي والباني هتافات حيل قوية وموجودة لإيكاب أكيد سفر زكريا كتاخيرة أنه نفس أوصاف أو طريقة دي إلا بقاوح مشيحة الأورشلم كم وذل ما دأثوا بكثاوة قديشة أو يعني كيو كنطري مشيحة ديال الأورشلم وأكيد هذا انطارة دمشيحة موجودة لب أكيد عبراي دافع كمشيحة مخلصانة ما هي مخلصانة سياسي مخلصانة من الاحتلال مخلصانة مطغات وأكيد أهل صفة دينية وأتل صفة أيضا دمخلا
سياسية عسكرية. هذا تفكير هذاي أكيد. وكانت ريوالة أنه داثيوة مشيحة داثيوة، وكان تخرخ أنه مدكياء المشيحة لغضم ذيناثا شمراي سامريين كسحتيله قي، لأنه كامر بكثاو بنا بإنجيل أنه صلمح مبرق لي وإيكا الأورشلم، وما بدأوا بأورشلم مشيحة كلها خطأ بدنا فيه بتقاتلها، وأنها سامريين من ضمن الخطأية وبالنسبة لليهود. فلذلك هذه الصورة العسكرية بدمرخ أو التحرير دمخل التحرير المادي من الأعداء من الخطأ، هي فكرة يهودية. لكن كثاوة قديشة أو عهد الجديد كم طبقي للمشيحة لأن وذل نفس ما دي زكريا، سفر زكريا كامر ابتهجي جدا يا بنت صهيون واهتفي يا بنت أورشليم هو ذا ملكك زين آت إليك بارا مخلصا زين وشيع زين وضيعا راكبا على حمار وعلى جحش ابن أتان. إذن مشيحة وذل ما دي صفات الملك دي وكناطير زكريا كأنبياء. طبعا لا كلهن ناشي أو هذاي كفهمي والد زكريا بطريقة صحيحة، لكن مشيحة فهم لدور ديدح بطريقة صحيحة ويقل الأورشليم بهذه الطريقة. طبعا هذه دمخ وريثة دينا بكثاوة قديشة. احتفال دي دنخني كمشيحاي ثيلة أكيد اشقلها أحداث ميكا أناجيل كلهن 4 أناجيل موجودة لهذا حدث دي ألا مارن إيشو مشيحة الأورشلم و بش الحدث يكون أكيد اليوم بداية تسوريتوثة محتفل بقاوة حاني احتفالات هدي إلهن التقاليد الدقيقة. وكتخري من المحتمل أنه تاو أصل هذا يوم هذا احتفال بداية شبثة تحاشا أو مباثر صومة، وهذا إيكا يعني من المحتمل بمصر. لكن تلن توثيق الأوشعن ديوا بأورشلم ودي خصوصية أورشلم الجهمة وحيل ناشي كاثة بالآلاف كاثة، ولكن لخشون بش حيلم آلافات أكيد لخشون لأنه وأكثرية كاوي نخراي كاثة أوروبا كاثة جزيري بسخني يالد ماثا كاوي كلهم كم شركي زين. هذه سائحة أو دمخلا راهبة إسبانية إجريت زيرة أورشلم ب 388 هذا بهذا حوالي مثق هذا موضوع أنه بآني شاتا إذا القرن الرابع موجود هذا تقليد بأورشلم، وبالتأكيد إتاثة مدن حي كم شقليلة هذا تقليد وأخني تقليد جديدا أصلا كسريان تقليد السرياني أهو أصلح تقليد أورشليمي زين. فأتلن حيل مناسبات أورشليمية كم شقلخة ومحتفل لنا بجوها. اوكي خايت ابونا جورج لهذا توضيح كتابي اكيد شكرخ لوخ بدارخ خرتنق لوخ ابونا جورج باثر ما زال ماسر حياه بشينا ثيلخ بيناثن من لك هذا ماسر حياه اهلا غضم خثواثه العائله الدومينيكيه دك خدمي منطقه بعراق ماسر حياه اهلا خدمه ماث برطلب واهلا استاذه بجامعه الحمدانيه في قسم العلوم النفسيه والتربويه. ماسر حياه اجوا كانت باخذ محاكخ عن أوشعنا اجوا ماسر حياة ما قعاني لأوشعنا دغي عيشة أوشعنا. أول شيء أنا جدا ممتنة لدعوتكم إلي لهالحلقة المناسبة المميزة لاحتفال أوشعنا. يعني ما أعرف شلون أعبر عن الأوشعنا، يمكن كلمة فرح قليلة جدا. فأتصور أوشعنا لأنه هي كلمة الخلاص، فإذا كلتنا ننتظر الخلاص سواء كان خلاص مادي أو روحي أو اجتماعي أو خلاص من أشياء أنت متعلق بها.
فمن تخلص من شيء إذا أنت فرحان. فأوشعنا هو يوم مليء من الفرح، ويوم مليء من العلاقات الحلوة العفوية البسيطة اللي تنتج ابتسامات لا حدود لها. ليش؟ لدخول شيء عظيم إلى حياتك اللي هو يسوع. نعم. وأشون ما صرت تعيشين أنت هذا الحدث اللي هو كي تقولين عنه اللي هو الحدث المفرح، الحدث المليء بالبهجة، أشون تعيشي أنت كراهبة وسط هذا العالم المليء بالتحديات، ممكن المليء بالحروب، المليء بالضغط النفسي، وخصوصا أنه أنت قريبة على الأشخاص اللي يعانون الظروف النفسية أو الاضطرابات النفسية. أنا أقول بأنه ليس يعني للألم كلمة الأخيرة، دائما الفرح أو القيامة هي الكلمة الأخيرة إله. فاليائسين في هذا اليوم ما أتصور يكونون يائسين. ليش؟ لأنه يعني شايفين الآخرين فرحانين، فروتينيا ينتقل العدوى، نسميه العقل الجمعي، واحد لله تنتقل العدوى. ولهذا راح تشوف في أوشعنا مثلا، أبسط مثال في بغداد راح تشوفين كلهم طالعانين سواء كانوا مرضى أو غير مرضى، طرشين، كل أنواع الناس تطلع. ليش؟ لأنه الجو هو اللي يخليك تعيش يعني هالأجواء المليئة بالفرح. ودائما أقول الفرح هو لحظة، ليش أكون بخيلة أعيش هذا الفرح؟ خلي أكون مثل ما أعطي الحزن كل طاقاتي، لا راح أعطي للفرح أكثر من طاقاتي. فأنا أدعو الناس يعيشون الفرح بكل معنى الكلمة. فأوشعنا فرصة كلش كبيرة بأنه أعيش الفرح وأكون عفوية في فرحي وعفوية في مشاركتي في هالاحتفال اللي نشكر بينه الكنيسة واللي يهيئون هذا الجو. نشكره لأنه يعني تهيئ كل الجو المليء بالفرح. فإذا تعال يعني مدعوين أنتم لهذا الفرح، فلا تبخلون بأنفسكم، تعالوا شاركوا وما راح تخسرون، لأنه الفرح ما يخسر شيء للإنسان. الحزن نخسر بينه أشياء، بس الفرح ناخذ دائما. الفرح هو أخذ مستمر، ومن تأخذه راح تعطينه بلا نعم. حدود، ما تقدر يبقى بداخلك. نعم. أكيد. نعم. مثل الأبرص اللي يشفي ينطلق يقول أنا شفيت، ما يخلينه بس إله. فإذا الفرح ما تقدر تخبينه، تنطينه، بس الحزن ممكن تخبينه حتى لا تأذي الآخرين. ماسر حياة حكيخ حيل بسيمة ياوة، وخصوصا انه كيت كيوتلن هذه طاقة حيل اخترتها انه تاو دائما مصيخة وتعيشك بسخوث أوشعنا من كل هالناشي على اختلاف ماد ابن مرؤياثا، ماد ابن ممكن من كنتا او من مرؤوثة او من اي من دي كنا مبيل بقاوح. اكيدا ما صار بالضرر خرتنق الحكي منخ وباسئله خلنا بزلن ابونا جورج محكي له عن اوشعنا بكثاوه قديشه، وكنت قرأت لنا سفر المزامير والزكريا انبيا. بس ابونا كاجيب لي دنباقرنا سؤال وممكن حيله منا كم بقري انه تونيثد اوشعنا اهل ايبا خرتنتو نياثا ايبا لما استعملخ ضد كمرخ انه تاو مرادي فغدالح او فقط فقط اوشعنا له. يعني بإيتا مستعمل خلال التاريخ كولح شمان حيل هذا إذا أو هذا احتفال حسب ما دك عانيله أو إيك كنابل بتقويم الطقسي زين السنة الطقسية. وبالتأكيد ضميرا كنابل بنهاية صوم الأربعين، صوم الأربعين دغدي كذا خلناه جمعة الأربعين آهلة 40 يوم من الصوم. ومباثر كثيا شبثة دا شبثة حاشا، يعني فإذن مدخل دا شبثة حاشا وأسبوع الألم دي فكمريلة أكيد هذا إذا كمريوالة إذا أسبوع الفطير العظيم، لأنه يعني يدخل الصوم الفطير زين. وكمريلة أيضا كمريلة عيد دخول ربنا يسوع المسيح إلى أورشليم، وهذا أكيد يعني الحدث كولح كمفاسيره. أو كمريلة أحد السعف دغدي بأوروبا، كمريلة أحد السعف أو أحد النخيل زين في طقس اللاتيني، أو أحد الأغصان لأنه أكو أغصان إيث أغصان كمستعمليه، أو أحد المبارك لأن إيث هتاف مبارك الآتي باسم الرب
يعني هذا شمخنا وكاثة هم من أحد العازر أخني إتلان بطقس ديدا نعم. سبت العازر دي شبثة مقامي خوشابة دو شعنة فكمريل أحد العازر قي هم كان دارخ الإنجيل إنجيل مار يوحنا زين ما كاوث مشيحة كزال كمقم لعازر أو كيا اللي رشم بعدين كمقم لعازر إذن إيث علاقة بين زمنية هم بين لعازر ودخول يسوع إلى أورشليم إذن أحد لعازر و كمريل هم أحد الغفران لأن نهاية الصوم خالص صومه أكيد إذن توبة لي إمدي لصيمة وإمدي ديوة مثابر أكيد وتوبة وإذن أحد الزهور وأكيد ابن محاكخ عن الألوان بعد إيذا وزهور أكيد لأن كنابل بهار هم وكمريل هم فصح الطالبين ما هي طالبين العماث لأنه في أحد القيامة أو ليلة القيامة إمدي وقت محضر خلال 40 يوم أو طبعا 3 سنوات كانت ايوه تحضير دا ماذا باني 40 يوم امدك ديو مقبل دا ماذا طبعا ناشي راب او بالغين كصيميوه فلذلك هم صوما اهو كاثه من داني طالبين العماد هم وكانه كرخشخ من داني بيشي مؤمذ بليله دقيمته وكمريل اذا فصح الطالبين طالبي العماد وبالتأكيد يعني هذه علاقة نكون نجو لتلن حيلة أو لك فهم خلا حيلة أو لك فهم حيلة أني مصطلحات إن كان خب باوا زمان أكيد فهم خلا يمكن نجو كفهم خلا بيش حيلة أو شعنا أكيد تنيتا دك شو قالن دعيش هذا حدث ديله حدث رابع بخايديدان كمشي حاي وأكيد تراتيل دكاوي كمؤليلا بادخ أجواء أكيد أبونا جورج يعني تنياثا دكيت كمرتن لك أجيب لي نبطلا مش مأهن لأنه كشوقيلا تاوخ كشمأخ وتاوخ كما تأملخ بأني تنياثا حتى تشقلخ منهن زوادة دخاي ديدا دتهيبا أخني دمرخشخ خاي ديدا روحا ناي وفق ما دك بيئة لها وخصوصا مكثاوة قديشة وما دك يوتلان رموز شماء وخزاين رخيمة أوشعنا حيل مناسبة اخترتها أوشعنا مناسبة مليثة مبسخوثة أوشعنا مناسبة مليثة مرخموثة أوشعنا مناسبة مليثة مرتولة ومزمورة دمارا إيشو عمشيحة أوشعنا أهلا مناسبة ددرقدق لداوث مبية قمي تابوت العهد مناسبة أهلا اخترت حيلة دتهاوخ كل وقت كم شفحة غدا شمد مارا وكسهلغ دمارا إيشو عمشيحة دي كل جياء للأورشلم هذا أخني مستقبلخ مارا إيشو عمشيحة بأني زونة ديكيك عيشخن بدياء المارا إيشو عمشيحة لبن ودم غاير بلبن ودم غاير بكيانديدا حتى دتبيشخ ناشي خاثم وكل لما مغدا هذا بدأ أمرخ هالو خيوء اليماران هالو خيوء الجواثد لبي مشاهدين ديدا بتاوغ دها أخونا فريد أهو دد مشمئلا غدا ترتيلا عن أوشعنا فكل لما تاوخ كشماخ دا أخونا فريد وفاك يا صهيون رب وتم بوعده الكلام المشار اليوم قد وفاك يا صهيون رب وأنفق دمه الحزن والأكدار قام للقائه بتسبيح الثانى أهالي أورشليم وجمع الصغار أسرع مرتلين أوشعنا أوشعنا
وكلهم حاملون أغصان الأشجار. فاضطر صف الشيوخ والفريسين، راموا أن يبطلون ترتيل الأبرار. أجاب دعوهم مترنمين، إن سكتت الصبيان غنت الأحجار. أما قرأتم قد سفر المزامير وأقوال الأنبياء وباقي الأسفار، من لسان الطفل والرضيع الصغير هيأت حمدا وتسبيح الانتصار. اليوم قد وفاك يا صهيون رب، وتم بوعده الكلام المشار. اليوم قد وفاك يا صهيون رب، وأنفق قدومه الحسنى والأقدار. شينا بقوخن أخنواثا وخثواثا ديكينك خازيلا من قناة عراقية السوريانية ببرنامج جيران سهرايا بآدي أمسية خليثة وبسمتا ديكيكم حاكخ بقاوح عن أوشعنا. شكرا لك أخونا فريد الآدي ترتيلة بسمتا والآني تنياثا خلية دكم شوقتلن دتهاوخ كم شبحخ وكم زمرخ وكم رنمخ دمارا إيش عمشيحة ودبابو ألاها بآني تنياثا خلية وشاكرني خن أخنواثا عازفين ديكيتون أختون عسفيتون وبكشوقيتولن ضم صالخ شوقيتولن تهاوخ ددعيشخ آني أجواء ملية مروحانية بالضأرخ خرتنق وبالتايلاند فقطة ماسير حياة ماسر حياة إجو قشخ حلم خثواثة ربانياثة كويهن أبها ثقاشة خدور حيل بسيمة بإيتا إنه دد مهتمي مذبحة بزينة إيتا بترتيب إيتا. أكيد إجو أوشعنا ماسير بتهيلخ تحذيرات تهيلخ أفكار ممكن تهيلخ خطط كتقدريت تنبالخ إجو ماسير حياة ماكم زينة إيتا وما قعاني رموس دك مزينة بقوهن ماسير كان مذبحة وكان إيتا كولا. بداية أبونا باند ما يخنا محكين خنا بعربي حتى مطية فكرة بشحالة دناشي بشحالة تمام ماسير أكيد دخدت أجيب لك دخت تهيبخ مامطية التونيثة. إحنا في حياتنا الرهبانية وخصوصا في سنة الابتداء الأولى رئيسة الابتداء تعلمنا شلون نرتب المذبح، لأنه في أديرتنا أكو كنيسة أو كابيلا، فالرئيسة من تعلمنا شلون يكون المذبح بينه شراشف خاصة، بينه نوعية خاصة، بينه كفافي خاصة، بينه ألوان لكل عيد ولكل طقس خاص. يعني مثلا أسبوع الآلام بنفسجي، أسبوع القيامة أبيض، أسبوع الأوشعنا ألوان متعددة، وأسبوع العادي زمن العادي نسمينه ما بينه أعياد أخضر. فنحاول يعني نتعلم كل هاي الأشياء حتى يكون مذبح اللي هو بيتنا. شلون ما أرتب بيتي وديري وغرفتي ونفسي لازم يكون بيت الله أكثر بيرفكت من كل هاي الأشياء. فإحنا نتعلم هذا الشيء. وطبعا أكو أذواق في تزيين المذبح، مو أي شيء يرهم للمذبح أو أي ورد يرهم للمذبح، لكن هذا يرجع إلى ذوق كل أخت وإلى نظرتها في ترتيب الأشياء في المذبح. إذن هو مكان مقدس، مو بكيفك تخلي، وخصوصا يعني ما نخلي يعني ورود اصطناعية، لا يجوز. المذبح إن من تقدم شيء لحبيبتك تقدم له طبيعي. زين كان بالأحرى تقدم مذبح ليسوع يكون ليش ما يكون ورد طبيعي وحتى يكون غالي ما بيها شيء، فإذا يستاهل. فأنا إذا طلب أحد من عندي أرتب المذبح لمناسبة معينة، مثلا نقول أوشعنا، أكيد أنا راح أرتبه، أخلي شو ما قال قبل شوية أبونا أغصان الزيتون مع أغصان النخيل، حتى أجيب كل رموز الموجودة في أوشعنا أخليها في المذبح. من يجي المؤمن جالس في الكنيسة راح يتطلع، فراح يعرف هذا النخيل هو. إذا أوشعنا يجوز واحد غريب يدخل على الكنيسة بس سامع أنه
انه اكو اغصان الزيتون، فاذا نقول هو اليوم عندهم طقس اوشعنا، فاذا راح يكون الالوان احمر حمر وصفر وبيض. الشعب المسيحي هو النشيد هاكذ وفي الكتاب المقدس، فاذا اوشعنا يحتاج الوان براقه، الوان تخليك تعيش الفرح، تنظر لانه ينعكس اللون عليك الناظرين. فاذا اللون اسود كبر راح يعطي لك يعني احساس بالالم، لكن اذا الوان زاهيه للمذبح راح تشوف بانه يعطيك الفرح. فاذا لكل طقس له زينته الخاصه وله ترتيب الخاص، مو بكثره التزيين ولا بقله التزيين، لكن بشيء مرتب. أكيدا ماسير حياة، شكرا لأني تنايثة بسيمة. أبونا جورج مقامي خناوة ميروخ أنه غضم تسميات أوشعنا أو لأنه كايوة بهار كيث وألوان كيث وخضار كيث وسعف نخيل كيث وزأث أو طرب الزأث أو سوك. إبن تشقلخ رموز من داني أبونا جورج قائمة زالان خلنا سؤال حتى تهاو تكملة المادميرة خاثة الماسير. يعني أو باني أجواء فلسطين ما أثوى نباتات دينا يروق أو موجودة بهذا فصل باني فصول أكيد أثوى طرب الزأثة أو أغصان الزأثة دي بستان الزأثة دي قريوة لورشلم زين. وفلسطين من ده وقت مشهورة بإلانة الزأثة. هم سعف النخيل أهله رمز، طبعا رمز ده سلامي له سعف النخيل، رمز ده سلام. وخازخ أكيد بسفر الرؤيا زين أني دين الويشة حجاثة خوارة كنا طقين سعف أني أكيد خازخ بأيقونات هم طقين السعف قيل لأنه رمز السلام، رمز الخلاص هم زين دارخ التونيث دو شعنا دي لا خلاص. وطرب الزأثة هم كيول يعني كيول معنى دشلامة أنه بطوفان نوح لا بابا نوح مشادير يونتا بالفعل كمشادر يونتا زين غذاء كمشاديرة ديرة سبقته بعدين كمشاديرة مديرة طربة زين بمعنى غضب دلاها أو تدخل دلاها عنيف الأرقى خلص له حصل الشلامة ويألتد هذا ملك مشيحة الأورشلم أهو الملك دشلامة واني رموز اكيد دينا بكتاب قديشه قيلك يا مشيح قيلي الا السوسته مثلا سوسته رمز حرب رمز حروب رمز اني اباطي رابه زين ديك ماثي يعني دي لبيثن مقدرات الشعوب بالعنف زين لكن مشيحه الا الركيوة الخمرتا زين أو الركيوة الإيلة برد خمرتا رمز دشلامة وبالتأكيد يعني تايثن هذا رمز بكثاوة قديشة بمعنى إيثن خير إيثن فلاحة إيث زراعة زين هذا شو ولد يعني سوسة لك مستعملي والدا بزراعة زين وقت دشلامة وقت حرب هي ولا حروب بينما خمارة أهو رمز للتواضع طبعا أكيد أخنيك شقلخ لأنه تواضع أكيد زين بس أهو رمز دشلامة لأنه وقت دشلامة لدها زراعة خصاذة زين ناشك عيشي حادتن خايدتن بسهولة يعني أو بدون ضغوطات خارجية. أكيد خايت أبونا جورج لأن تناثة بسيمة وأنا يعني حلك مهانينا يخلاذي روحانية دقتلخ وخصوصا إنه كيوت معاني أو كيوت تناثة مراشة مشيحة بكل بوخ وبطريقة إنه دتفهم خلا أكيدا ضد ميروخ غصن الزيتون قدائر ممكن ملك بكثاوة قديشة خازخلة وقت دقاوة النوح ديكي أو رمز دشلامة وأكيدا سعف النخيل أهول علامة الانتصار أما ديك مستقبلي وشعوب ملك دتن كي لمنتصرة كي لإثيا مثيا أو كسيبة الحرب ولكن أخني إجو حرب ديك مكاسب لما رأي شمشيحة ممكن
ممكن يبان موصفخ له بهذه الطريقة أهو ديك ما يب تتغالب الموثى وتتغالب الخطيثة بهذا خشون مرة إنشم شيحة إثوغ علامة استباقية كما وذلا شعب ممكن بقوة روحة قدشة بيش لك شفت هذا شعب إنه مستقبلي ملك أرأى مرة إنشم شيحة أو ديك اللي جامع كلهن صفات اختيره كلها ملك أرى ولكن بش حيل من داني صفات مرة إنشم شيحة أو دائما أهو لملكة إسلامة أهو لملكة ديك هول راحة ديك هول هدوء ديك هول طمأنينة ديك هول تعليم وديك هول بش حيله ضمير خبيدة وضمير ماسير ديك هول خاية مرة إنشم شيء هذا كهولن أني خاي بسيمة حتى تتهيبن أخني تتعيشخ إجو الآذي أرأى وفق ما ديك الهويلن ميولبونا مشي هاي حتى تهاو دائما مستعدين لملاقاة مرة إنشم شيحة أكيدا أبونا جورج كاجب لي دم بقرن خلنا سؤال ممكن دم ساعد لن تتفهمخ أهل بوقت ما رأيش عمشيحة بوقت ما دك عيشيوة أو شعنة أهل إثوى تدخلات ممكن تهاوي سياسية ممكن تعيث تدخلات اجتماعية ضد عكس المسيرة أو شعنة يعني هو شخصية ما رأيش عمشيحة قمي تلميذه هي يعني ثلهن طموح وطموح رابة يعني داتو اللي يمنتح وخلنا الشبتح يالد تزبدي واكيد طموحت كلهن اني تلميذه قيلي انه ضتشن مد ها كم سبقيه اني ترى تشقلي دكثه في الملكوت وخازخ انه مدكاسق مارا نشع مشيحه الأورشلم زين فترة ساقة خازخ بإنجيل لوقا اكتاخر هذا موضوع أنه وكأنه معتبري يسوع هو فاتح سياسي زين بدياء محرر زين وهذه فكرة دمشيحة دآثة لكن ديما كبداثة بداث القب هيك بالسامخ وبتقاتل وبدآوث ومحرر محرر أورشلم محرر أني دينا دكتبئي شريعة ودكتبئي زين فباو وقت إثوى هذا فكر يعني ما قدا تشيل مارا أنه بيد مول بتلميذه وأكيد قيمته هي ودرس رابع غدلهن أنه كوي ليلة هذا مشي حديته دي لبالخو زين فإذا يلتدو شعنا ومناسبة دي اللي بقاح مارن الأورشلم أهلا يعني اتلا جذور تاريخية لأنه طبعا أثناء حج سقل مارن الأورشلم زين وأثناء حج مستغلي ولا أني دمخ فصائل مسلحة دا وقت زين ديوا أني متحمسين ضد درومان وخطأ وزين أني مخ أني كزوالهن مستغلي وهذا أحداث أو هذا مناسبات حتى دوذي ثورة وإثن ثورات حصيلة وكتخرها بإنجل مثلا اتلن ثورة يهوذا الجليلي يهوذا الجليلي هي ثورة بداية يعني بعد ما رنش عم في حزوري دمخلة 6-7 ميلادية زين هذا هم وذل ثورة زين وكم قتليلة زلة زين هذا قائد زلة وإثوى أيضا هم ثورة بركوكبة هذا حصل له بالقرن الثاني زين بركوكبة وثورة قامي 70 خراب أورشليم وكذا أيضا خراب أورشليم حصلت التيجة بهذه فترة 70 و135 دي كما شيلة أورشلم بش لمشيثة مأرأة زين وبنيه خرطة الريشح أني إذن هذا طموح دمخل سياسي استغلال هذه حدث زيارة أورشليم حتى تحاصل يمكن برناشا سويلة بكل عصر زين سويلة أخني يمكن إجو بس لمؤلخ هذا حس ديله حس دمخل ثوري حس سياسي حس قومي المؤلخ هذه مناسبة
لين بتخروخ له. نعم. لأنه لازم تشوقخ له مناسبة دوشعنا مناسبة بريئة، أطفال بليطة ناشي الويشة حجة تقليدية جدا، يعني هذه منطقة، وهو يعني إذا بغداد قيمة أو إذا أي منطقة خرتة، لأنه بغدادك موذالة بهذه الصيغة، بغدادك مشوقالة هاويلة هذه صيغة بسخوثة، يعني إذا دوشعنا كمبرقل تقريبا قيمته الجيبن. نعم. تقريبا لا يعني بسخوث دوشعنا يمكن مخ بسخوث قيمته لا قيل انه يعني تتم مناسبات كمحتفلة بخاء شخص دي كمحريرا مخطيثة، لا كمحريرا أفكار إيديولوجيات أو لا مخطيثة، وأي خطيثة أي بدحيلة كل من دي. نعم، شكرا أبونا جورج لاني تنياث بسيمة أكيدا أوشعنا دغدبش لان فيمح ويذيح أهول مناسبة حيل بسمتا دق ممطيالا أو دق ممطيلا مقاوح مرة إنشا مشيحة الخلاص مخطيثة، لأنه بآذل من دي أساسي بخايان قشاء رخيمة بتهاوغدها ما أخونا فريد وبتفقت خذتها وترتيل خذتها، فأخونا فريد منه. خوش كفو خوش كفو خوش كفو وازمر شبحو، خوش كفو وازمر شبحو، صفيقو 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 ورتيلو، صفيقو ورتيلو، وشعنو 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 لبره داويد، وشعنو لبره داويد، وشعنا 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 لابن داود، وشعنا لابن داود، شبحوي شبحوي شبحوا البرالو، شبحوا البرالو، سبحوا 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 لابن الله، سبحوا لابن الله. هللوي 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 البرالو، هللوي البرالو، هللو 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 لابن الله، هللو لابن الله، قديشات قديشات قديشت برالو، قديشت برالو، قدوسون 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 أنت ابن الله، قدوسون أنت ابن الله. مشينا بقوخن خزاين وشماء اجوا متفقتا خذتا برنامج جديد سهرايا ديكي يحكم قد مخلم بغداد. شكرا اخونا فريد الادي ترتيله حيل بسمته وخليثه ديكي ميوالا تناثه بسيمه عن اوشعنا بريخه، ومتمنى غدالوخ اوشعنا بريخه ودا كلهن اخنواثا ديكينا منوخ كان معازفين وكان مرتلين. بالضارخ الماسير حياة بسؤال خاثة ماسير ممكن إيبن بقرخ هذا السؤال اجوا أخني أوشعنا ذا مناسبة مميزة للكيبن بغداد اطلع خطأ خاص يمكن احتفال رابع اجوا ماسير كيف التحذيرات حيله ممكن اماثق من شغلي بعض الخلياثه بسيمه ممكن شباب ولجان الخدمه وقاشه كي تنشلها لخدنا ممكن تحكيت لنا عن اني تحذيرات واهت كيت لك دور اهم هذا مندي بالشماخلخ.
يعني ليش نحضر؟ دائما من يكون عندك مناسبة تحضر إلى، وكان بالأحرى مناسبة أوشعنا اللي هي دخول يسوع إلى أرضنا وإلى قلوبنا، مثل ما إذا نتذكر نرجع من دخل البابا فرانسيس إلى أرضنا في بغداد، شلون كل المنطقة كانت أيضا محتفلة، لا بل كل العراق. زين إذا يجي يسوع شلون؟ فإذا لازم نحضر لأيام ولأشهر. نشوف الأمة كل قسم من العائلة ومن الأماكن والمؤسسات مشغولة. بالمدارس نشوف مع الطلبة معلمة التعليم يعني الدين أو الماسير تعلم البنات والولد تراتيل التعليم الأوشعنا. إذا بالشبيبة تشوف يمكن ياخذهم أبونا يكون يحضرون يزينون الشوارع والكنائس. الأم بالبيت عندنا هذا التقليد الموجود في بغداد، نسوي خبز أوشعنا الأصفر اللي هو رمز المجد ولون مميز يعني خاص في موجود، أتصور ما شفتونه بغير مكان. نعم، هو هذا الشيء خاص بينا. نسميه نعم. جلد أوشعنا. جلد أوشعنا. نعم. بس ننتظر هذا اليوم ناكله، لو تاكله بغير يوم ما مهم، هذا اليوم لازم تاكل يعني هذا الخبز، تنطيك يعني فرح ومعنى. تشوف الكهنة مشغولين إذا بالترتيب الطقس، الشمامسة عيردبون طقوسهم وتراتيلهم وتشمشت مالتهم، الإذاعة، إذاعات التلفزيون، إذاعات الموجودة مثلا هنا يمنا صوت السلام مشغولة في النقل المباشر، شلون ترتب شلون تحضر. لا بل تشوف الشوارع الناس بدون ما يعني تنطيها، بل هم يزينون شارع منطقتهم، وتشوف انهم ينظفون كل الشوارع ويعلقون نعم. النشرات الخاصة بأوشعنا بدون ما تقلى. وخصوصا عندنا تقليد محل مرحانة هي أوشعنا مالتهم نعم. فإذا هم يعني القمة في تزيين الكنيسة والقمة في تزيين منطقتهم، وهذا تقليد خاص بهم. أوشعنا لازم ينتهي عند مرحانة أو القراءة الإنجيل تكون هناك. في هاي كلها تقاليد يمكن نصورها بسيطة بس هي كلش مهمة. وأيضا لا ننسى طالعة يعني هاي الفترة الأخيرة الزي للأطفال للكبار، كل بنلبس الزي الموحد والهرار. وفي هذا الزمن نعيش ونشوف كل أهالينا الموجودين بالخارج يحجزون، لازم يجون بهذا اليوم. وما فرحتنا أنه نشارك مع بعضنا. يمكن ما يحجزون لعيد الميلاد قبل أشهر بقد ما يحجزون للرجوع إلى بغداد بهذا اليوم، لازم يكونون موجودين. فتشوف بس كلتنا كنعيش يعني مرحلة الاستقبال مثل ما نستقبل يسوع. فإذا كل المنطقة تنبض بالحب والحياة لا بالفرح. فإذا خلينا نعيشها، يلا نعم. ليش لا؟ عيشوها بفرح، وهي هاي اللحظات تجي وما ترجع، فخلينا نعيشها ويسوع ما يبخل بإعطائنا هذا الفرح. خايت ماسير الآن تناث بسيمة ماسيركم شو قلت لي هذا قدم فكرا خناوة ميرخ إنه أخني إجيو كيك مستقبلخ مرة إيش شيحة بلبواثن وميرخ مقابيلح اجوا كل عائلة بغداد كلك مستقبلة أبرح أو براتح أو أخونا أو ناشا أو أمة أو بابا كنا إثي مداني دكواثة رحوقة البغداد. أنا بين دامنا ذا تونيثا اخترتا دا أخنواثا دي كنا إثي البغداد. أخني حلي خبصيخم قوخن إنه أختو كتو إثي إجوك زاريتو لان كتوك زاريتو ما ثادتخن لتو قطئيتون أقلخن عن بغداد، وإنما كتوك شوقيتو دائما تتهاوتوا مستمرين، تهاوتوا بذاكرتن، تتهاوتوا بشوارع ديدا، تتهاوتوا مناسبات ديدا. وأنا بدأ مني أخو من داخا من داذي قناة العراقية وبرنامج جديدا سهرايا بدأ مني أخوان دائما حضور أوشعنا، دائما هو مشاركة بأوشعنا ببغداد، لأنه بغداد مستهلة تتهاوخ كل يوم بغداد، بغداد مستهلة تتعيش يوماثة بسيمة بقاوح، بغداد مستهلة إنه تتهاوخ كل يوم بصيخ وبريخ بقاوح، لأنه بغداد آهلة أمة. ولقنا شيخ تونيث سيدنا المطران مربى بنديكتوس يونان حنو إجا هدمير بغداد
آهلة أوشعنا، واللي كون إنه بغداد آهلة أوشعنا يعني بغدادك منتصرتا كلهن أعداء كان الزمنيين وكان الروحيين وكان الأعداء الشر وما إلى ذلك من الأعداء، ولكن بغداد آهلة بيشة دائما منتصرتا بجوخن وبقيالح لأنه عندك إنك ثبتي وعندك إنك كاثك بقري إلح أكيد بشينا بجوخن وبدأ أمرخن من داخل بغداد. بدنا دخل أبونا جورج. أبونا أكيدا كل إيتا أو كل جماعة كإلى تحذير ليتورجي، تحذير طقسي دأوشعنا حيل من ديانة كأيثم بسيمة، ممكن قالات بسيمة حيلة، ممكن كأيثن تشمشياثة بسيمة حيلة، ممكن تتحاكت لن عن رتبة أوشعنا أو هيكليتاح أو صلواثة دقيبة بطقس السرياني ديك يخلي منح. يعني خاصة أخني كسريان كم ألفخم شو مندي كو دخمندي أي مناسبة كو دخلة جمع أخلا تراتيل سريانية وكو دخلة وشعنا أهول يمكن خمد أغلب داني مناسبات ده ناشد ذي ماثا أو شماشد ذي ماثا وقاشد يدح بزمانات وثن طقس خاص دا أوشعنا. طبعا اخنت لن صلواثة بإيتا صلواثة تشآثة درمشة صبرة دللية كلنا وقدهش طبعا همي بصلواثة زين. بس كأني مناسبات يعني مثلا أني مناسبات قبئهن من دي خاصة ضلها يعني مفكرين جديدا دمخ وملحنين جديدا أتيق كم هيويلا كم سلميلا هذا طقس خاص بهذه مناسبة. و كتاخر أكيد كتاريخ كان يبندافخ التاريخ هذا إذا أو أما بديهن أو محتفلية بجوها إثن كتاخري بخدم مخطوطات بغداد تقرن شوأسر زين كتاخر هذه رتبة موجودة له بأني بهذه مخطوطة يعني زين. إذن قرن شوأسر موجودة وهذا احتفال الجيبن وإجوا اتلن كراس خاص وإذا ده هذه مناسبة. وآخر كراس أكيد تحديث هذا كراس دليل أكيد لك خاضع القوانين الليتورجية دغدي لا صيغة درمشة وتصبرة تراتيلح يعني خاصة وصيغة الخاصة. هذه مناسبة كم جمعيلة أني شماشة أتيقد إثوالا بقرن دفتلة كم جمعيهن بخا كثاوة من ضمن ذاني أكيد تراتيل إثن كمزيدة خمة كمزيدة تشمشياثة كمرخن صلواثة تشمشتد مريم عذراء تشمشتد صليوة تشمشتد سهذة كلهن تشمشياثة كلهن كمرخن بداية مسيرة وبنهاية تحمة أني تشمشياثة. طبعا يعني خنيت لن قبلت مسيرة إيتا ربثة كمرخل إيتا ربثة لأنه إما تكلهن إيتاثة لا بغداد لا الربوثة لكنه هم الأتيقوثة وبالتأكيد أنه احتفال قمايا بلطل من ذي إيتا أو على الأقل إثوة تعاون بين هذه إيتا ويبن لكن كان يبنزل هذا موضوع أنه دخ مطويرة هذه ليتورجية دو شأنه أكيد بداية هي مقارنة شوأسر تقدميرا احتفال داخلي وداخل ديتا حصل وتطواف داخل ديتا ولكن يعني احتمال مقارن دفتله بديهن شماشي كمري قيلة قبلت البراي زين. ف على الأكثر حصل له أنه بلاطم إيتا ربثة بزقاق دماثة أتقته المرحانة فربط بين تتاتا تاريخي لليلة ديجو تمل زين. فلذلك إذا بلطل احتفال من احتفال دمخ كليروسي زين إلى احتفال بديه الناشي هم كيألي ضمن هذا احتفال البراي طبعا حتى مشاركي زين. وقي هذه غضرتا يمكن اجوا كم بقرخ
غضرت دو شعنة أو شارع دو شعني بند مرخلة زين أو لأنه غضرت دمخلة دائرية لا خضر ما ثيابا خضر ما ثيابا بداية زين ويجوا بشلن بالقد ما لأنه محوطة بيثواثة خاثة أحياء خاثة بس هذه غضرت دو شعنة هذه يعني أنه بلطلن من الطقس داخل دقيقة إلى خارج دقيقة وطقس بيل شعب بيل مشاركة فبلطل بيش يمكن يجوا بيش خازخله احتفال كليروسي شعبي زين ولذا داخل انه يجوا تخازخ من بين 12 يمكن كرخشي بدون صلوثة اكيد اخنيك باخ درخش غدوم صالح بس يمكن كراشي انه لازم دمشاركي باي طريقه زين ممكن وسائل جديده يمكن طرق جديده دا ترتيب هذا موضوع قبيلي لانه اعداد رابع اعداد رابع يعني مثلا اعداد اشتأسر قلب اسري قلب قسم شن مطيلا هم حيلنا دخل دوذت شوقت كلها ناشي مصالي بغدقها اكيد صعبه له اكيد ابونا جورج حيل شكرخلوخ الان تناثى بسيمه وايضا ما قديلا ايتا دق عيشه بشرق غنيه حيله بطقس ضيده حبلي تورجيتح وما دام حكي له عن طقس ضيدا السورياني ما قدأت له قوه وما قد كن فاكروا انه تهيث هذا خرتب وهذا محضره بهذا ترتيب وبهذا نظام. نعم ابونا يعني كي مندي مزدنا ومندي اساسي لهم لانه اخني لا خضرخ بصليوه خشب اتلن صليوه حاي زين نعم. صليوه حاي اهو يعني مهم لحيل بهذا احتفال قي لانه كل خاضر وكمبارك ما ثكولح زين ما ثكولح كمبارك لا وخضرخو كلهن إتاثة لأنه إتاثة كمحوطيوة بغدادة باو وقت زين كمحوطيوة قي لأنه أخني نظرتا الإتاثة أنه كمحامي مذيتة لا مذيتة كمحامية إيتا مخ دغديث بغرب مثلا إيتا بلقى كويا أخني إتاثة البراينة كمحاملا صليوة كخاضر بين إتاثة وهذا صليوة حاي أهو كساتر هذه ماثا كحام هذه ماثا وكيو البركة ده كلهن أني ناشي دكاو بليطة رابب عمر مر زور جوانقة كلهن كبلطي دمبركي بهذا إذن صليوة حاي مهمة له هم كعنصر مهم بهذا احتفال وكيف مباركة أكيد بقاوح من نهاية هذه تعليل بسمتها لك أجيب لي دت خاتمنا يا ولكن لأنه أخني محكمين بوقتي يخ شكرا غدالوخ أبونا جورج الآن تناث بسيمة شكرا ما سر حياة إجو منظم لك إلا نكميوت لن آذي خبرة بسمتها وآن تناث بسيمة شكرا دا شباب ديكينا منن وعازفين ومرتلين شكرا غدالخون أختن أخنواثا وخثواثا ديكياتو كشمئيتو لن وقشئيتو لن من دادي قناة برختا قناة العراقية السريانية بدأ مني خون بوشو بشلامة وبدملتقخ بحلقة خثتا وبتختمخ بترتيلة أخونا فريد بوشو بشلامة شعب المسيحي بهذا اليوم مسرور جئنا نبشركم بالفصح والنور عيد السعانين قد زادت محاسنه عن كل عيد أتى في الكتب مسطور قوموا جميع الشعوب وانهضوا فرحا بحمل أغصانكم وامضوا إلى الطور أفنان نخل وزيتون مقدسة
قضبان آس وأورد ومنثور. نحمل صليب مناجنا وخالقنا مطيبا بتسابيح وتبخير، وننظر الشعب مثل الزهر باكيره، سحى السحاب فأضحى خير ممطور.